السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء ولي حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. هشام عنده بيقول: أنا رجل أبلغ من العمر 35 عام، متزوج ومعي 3 أطفال. كنت أعمل في منصب حساس، وشاء القدر أن يحصل لي حادث. بسبب الحادث تعثرت كل أموري العملية والمادية والمعنوية، وتركت وظيفتي. افترقتني زوجتي وذهبت إلى بيت والدها، وتركت لي 3 أطفال. اعتنت أختي بيهم وقامت بتربيتهم تربية صحيحة. وبعد فترة وشيكة قدرت أقف على رجلي، وقمت بإنشاء شركة صغيرة بدأت بشقة ومكتب من الأخشاب. ويسر لي الله الحال، وأصبحت أمتلك شركة متفرعة وصرح كبير، وأصبحت ذو اسم معروف في مكانتي. والآن تريد زوجتي العودة لي مرة أخرى، فهل أعود أم أمضي في حياتي وأرتبط بإنسانة أخرى تتقي الله في أولادي؟ مبدئيا اللي عملته طريقتك ده ما يصحش وغلط، والمفروض اللي أقوله لك إن أنت دي إنسانة يعني الله يسهل لها الحال، ما تستاهلش. معلش في الكلمة، اللي ما يقدركش يقف معاك ويشيلك في وقت ضعفك ووقت احتياجك ليه، ويجي لك في وقت رخاضة. أنت فاهم يعني، الناس عارفين بنقول عليه إيه. فهي ما زي ما انت تقول يعني، فخساره الفكر في ان تفكر فيها باللي عملته اللي انت قلت دوت. يعني عشان تفكر فيه اصلا فانت غلطان، يعني حاجه زي كده ما تجيش على بالك. انا عندي راي تاني يعني لو تسمح لي. بالنسبه لاولادك واطفالك دول، انت مش موضح سنهم ولا وضعهم، بحيث ان انا الموضوع ده مهم جدا في اللي انا عايز اقوله لك. الموضوع ده مهم وجوهري جدا. بمعنى لو اطفالك دول صغيرين يعني في عز احتياجهم لامهم، فمعلش يعني لازم تقدم تنازلات وتتنازل وترجعها. بس لما ترجعها يعني ما تعيدش الكره من تاني. خلاص عرفت ان الانسانه دي طبعها كذا، انها ممكن في اي لحظه ما تديلهاش الامان. مش بقول لك انت تسيء عشرتها وتظلمها او تعمل اي حاجه تغضب ربنا، لا، يعني انت عاملها بما يرضي الله. تمام، ده بالنسبه للجزئيه دي. معلش في الكلمه، مهما كانت برضه هي تبقى لو للاولاد افضل. طبعا عمتهم مشكوره وعلى دماغنا اللي عملته، يعني ربنا يجزاها خير على اللي عملته. بس برضه يعني بالنسبه دي برضه مهما كانت امهم، مهما كانت فيها ايه، دي في الاول في الاخر دي امهم. فصدقني الموضوع هيأثر وهيبقى فارق جدا مع اولادك واطفالك من الناحيه دي. بس لازم ارجع اقول لك في نقطه جوهريه في الموضوع دوت. انت ادرى واحد بطريقتك دي، يعني هي كانت عاشت معاك واتقفل عليك بواحد وانت عارف طبعها. هل انت شايف انها انسانه مسؤوله؟ يعني مثلا هو يعني هي سابتك وحصل انفصال ما بينك وبينها بسبب ان انت زي ما بيقولوا كده الدروب اللي حصل في حياتك، فانت ما بقاش معاك فلوس. مشكلتها الوحيده انها انسانه ماديه. انت لو شايف انها انسانه مسؤوله اعتمد عليها في التربيه، فخلاص يبقى انت رجعها وعفى الله عما سلف. وزي ما قلت لك كمان لازم تفهمها ان انت ما رجعش عشان خاطر الاولاد، مش عشان خاطر اي حاجه تانية. وكمان ما تطمعهاش فيك. ويا ريت كمان لو تعمل لها فتره اختبار بحيث تتاكد ان هي كانت راجعه فعلا عشان خاطر الوضع الجديد اللي انت رجعت فيه وبقى معاك فلوس، تمام، ولا عشان خاطر هي فعلا عايزاك او محتاجه للعيال. برضه احنا مش عايزين نظلمك. انت برضه تصدقني، انت كراجل عاشرتها قبل كده، فهيبقى الموضوع معاك سهل. انت ادرى مني في حاجه زي كده، فانت حاول تعمل لها اختبارات كده بحيث ان انت ايه، تفهم هي دماغها ايه، تفهم هي راجعه ليه. من الناحيه الثانيه، لو انت شايف انها انسانه مش مسؤوله وانسان يعتمد عليها في التربيه، او ان اولادك كبار كفايه انهم مثلا عدوا مرحله الاحتياج الشديد لامهم وكده، تمام، فانا شايف خلاص بقى هي خدت طريقها، الله يسهل لها حالها. فانت تسيبها ومالكش دعوه بيها خالص، ما ترجعهاش. وانت دور على بنت الحلال وشوف طريقك وشوف حياتك يعني. وباذن الله خير، ربنا يكرمك ويسهل لك حالك. شكرا. وفي النهايه اتمنى الحلقه كلها تعجبكم وتكونوا فكره في حل المشكله. ولو في اي حد بتواجه اي مشكله فما ترددش وتواصل معانا، وهيلاقي بكل المعلومات اتصال بينا تحت في صندوق الوصف. تواصل معانا واحنا ان شاء الله نحاول نساعده في اقرب وقت. وكذلك ما تنساش اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها صانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير وكذلك الاشتراك بالقناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين ولبنان بالدعاء، ومحاوله نشر الروايه السرديه الفلسطينيه في كل مكان. وطبعا المقاطعه يا جماعه سلاح مهم جدا. اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من القطع الاستغناء. باذن الله ربنا ينصرهم. دمتم في ود ولقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.